تفضل اسأل. لماذا تشتمون الصحابة؟ احنا ما نشتم الصحابة، متوهم انت. ما نتوهمان، يعني الشيعة كلها تشتم الصحابة، تشتم عمر وتشتم عثمان وتشتم أبو بكر الصديق وتشتم كل الصحابة. لعد انا فقط اسمعني من فضلك، فقط يمجدون لا اوقف. احنا علي الإمام علي نحبه أكثر منكم. دقيقة انت مالك حق تسوي محاضرة. انت قلت يسألك سؤال، يعني انت لازم تسمع الجواب للأخير. اسمع راح زمن تسوي لنا محاضرات بعد، خلاص. انت تريد تقدم سؤال، لازم انت تسمع الجواب للأخير إلا أن يؤذن لك بالكلام. هاي تروح تبثنا. تسمع الجواب لو تريد تسوي محاضرة. أسمعك. يلا اكتم المايك حبيبي. طق المايك كتم. حلو. يقول انتم ليش تشتمون الصحابة؟ انا شنو قلت لك؟ لما نشتم الصحابة؟ اي والله العلي العظيم. هو قال فلان وفلان وفلان. فلان وفلان عندي مو صحابة انا. الصحابي ما هو تعريفه؟ من سار على نهج رسول الله الى ان مات، هذا الصحابي. عمار انا ما اسب عمار. سلمان انا ما سابه. ابو ذر ما سابه. المقداد بل اترضى عليهم رضوان الله تعالى على صحابة رسول الله المختارين الميامين. طيب اما ذول اللي هو يعتبرهم رموز عنده وما ادري ايش، هذول مو صحابة، هذول مافية. شلون صحابة يقتلون صحابة رسول الله؟ صحابة قتلوا مالك بن نويرة صحابي رسول الله واغتصبوا زوجته خالد بن الوليد. شلون صحابة في كتبك ويهجمون على دار فاطمة الزهراء؟ في كتبك، مو عند الشيعة الرافضة كتب مجوس إيران هي السبب، في كتبك. شلون الصحابة وبيناتهم واحد يقتل الثاني ويذبح الثاني؟ شلون الصحابة يقولون على رسولنا يهجر محمد غلبه الوجع؟ شلون الصحابة يتهمون أن رسول الله سرق كتيبة الحمراء في معركة بدر؟ شلون الصحابة يريدون يحرفون كتاب الله؟ شلون الصحابة وقتلوا من أهل بيت عدد كثير؟ شلون الصحابة وقتلوا عدد كثير من الصحابة؟ بلال هجروه. سعد بن عبادة سيد الأنصار قتله عمر بن الخطاب، وحينما سألوا قال سعد بن عبادة قتله الله، ورسول الله يقول من آذى الأنصار آذاني في الدنيا والآخرة. شلون الصحابة وحرفوا بالدين وتلاعبوا بالسنة النبوية؟ فعليك أن تبرر. أنا أتبرأ منهم وليس ألعن أو أسب أو أشتم كما تقول. أنا الواجب البراءة. خلينا نكمل الأخير. الواجب البراءة عندي. بري موقفهم أمام الجمهور. أعطيك نقطة بري موقفه. كيف الصحابة يقتلون الصحابي مالك بن نويرة ويغتصبون زوجته؟ يلا تفضل. سؤال من فضلك. لا مش سؤال. لا مش بإذن. لا تاخذ كله بالأسئلة وتضيع علينا الحوار. أنت سألت وأنا أجبت، الآن لي الوقت أسألك بنفس الموضوع. كيف الصحابة يقتلون الصحابي مالك بن نويرة ويغتصبون زوجته؟ نريد جواب علمي. يا أخي الأشخاص الذي قتلوه هاي أيام الفتنة. أنت عم تقول لي على الصحابة، تمام، من هم الخلفاء الراشدين؟ لماذا علي رضي الله عنه لا تقفز. لماذا علي رضي الله عنه رضي بخلافة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان؟ قفز عن الحوار كله، غير الموضوع. خلينا في مالك بن نويرة. لا تقفز وتضيع علينا نقطة الحوار. مالك بن نويرة شلون صارت فتنة؟ لماذا تكذب أمام الجمهور؟ ومالك بن نويرة انقتل مو بسبب فتنة. ليش جاي تكذب على الجمهور على مود تخلص من الموضوع وتصير؟ مو اخلص من الموضوع يا شيخ، بس دقيقة بعد اذنك. جاوب. فصل لي في قضية مالك بن نويرة كيف قتل، بما أنت عالم بقضية مالك. أنا ماني عالم، أنا رجل عادي. تمام. شفتوا أحبتي كيف يكذبون علينا؟ شوف قال مالك بن نويرة قتل بسبب فتنة، طلع هو ما يعرف أصلا مالك بن نويرة منه. شفتوا أحبتي أنه المخالف إلك إذا تخليه بنفس الموضوع ما تخليه يقفز راح تلعب بيه لعب طوبة. يا شيعي لك درس هذا، لا تخليه يطفر من الموضوع على مود لا يضيع عليك الحوار ويشتت. هو ضعيف، حصره بالموضوع، لا تخليه يقفز. خلص الموضوع وروح الموضوع الثاني. طلع ما يعرف مالك بن نويرة. شفتوا أحبتي؟ أعيد السؤال للمرة الثالثة. كيف صحابة رسول الله مثل خالد بن الوليد قتل الصحابي مالك بن نويرة وانتبه واغتصب زوجته؟ هنا موضوعي. جاوب جواب علمي، مو على مود ترضى عليهم
خب مو اترضى على القاتل والمقتول. يا شيخ خب بس مو بلاش، اترضى انا ما على عندي اطلاع. مو اترضى مو بعد إذنك، بعد اترضى إذنك. مو اترضى على من قتلوا صحابة رسول الله إذنك. بعد وشردوهم. إذنك. ما اترضى. بعد اذنك تفضل. بعد اذنك انا على هذا الموضوع ما عندي اطلاع، لانه الدين كبير والخلافات كثيره. تمام.